السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. قلنا لكم مقطع جديد من برنامج واقعنا، وقبل أن أخش لكم في تفاصيل البرنامج حاب إنه أذكركم كالعادة، والناس اللي بتتابعني بتعرف كالعادة ده معناته الجاي شنو، بس صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الليلة جيت نناقشكم في تفاصيل بتاعت المخدرات آيس اللي انتشر لنا في الأيامات الأخيرة، وما عارفين إنه نمسكه من وين ونجيبه من وين ونحل المشكلة دي كيف. أول حاجة نحذركم من مخدرات الآيس، إذا قابلك في أي اتجاه يعني أحذر منه يا حبيبي. يعني شغل ده والله بصراحة خطير جدا جدا. أيوة تقول لي خطورته كيف يا الشفوار؟ خطورته إنه بس أنت لو حبشت منه جرعة حاجة بسيطة ببقيك حاجة تانية. ممكن عادي انت في نفس الوقت بتفقد الدماغ، ممكن تقتل امك وتقتل ابوك وتقتل اختك وتقتل صاحبك لاجل انه اتعاطيت مخدرات ايس. من بعد انتشار الايس في السودان خلى الناس يهدوك انتبهت لابناء تعمل في شنو. الناس اطلقت هاشتاج ولدك، وبصراحة في وجهة نظري أنا كعشة وورد شايف هاشتاج ده ما ماخذ مكانه بالضبط. وأكيد تقول لي أوه عشة وورد أسطورة، أكيد تقول لي ما ماخذ مكانه، وأنا هسي بثبت لك إنه ما ماخذ مكانه. كيف يعني؟ خليك جاهز وركز عشان تفهم موقف ده حقيقي ولا ما حقيقي. ايوه هاشتاج بتاع الحق ولدك زي ما قلت لك ما بلفت مكانه وما عايزين بيلفت مكانه. ركز تماما يا عزيزي عشان ما نجي او تجيني في التعليقات تقول لي يا الشفوف انا ما شفت حاجه انه ما بيلفت نظر في الكلام. ابو الفعيلي ده حاجه طبيعي جدا جدا، ده كتنباك وده حاجه بيسبي الدماغ، ويعني كيف بلدي عندنا في السودان يعني ما تستغربوا. خلينا نشرب حاجه بسيطه ده. مرحبا انا يا وي دار شنو يا ولد؟ ابويا ياخد لي كيس من حقك ده. وحقك وين؟ حقتي انتهت خلاص. سيفي اظن ما تكمل لي كويس ان شاء الله نكمل لك يا ابويا. اسال اخوانا زي ما شفتوا طيب ده يعني منظر ممكن نطلق بقى هاشتاج نقول الحق ولدك. ده كان الابو والولد بيكونوا مجتمعين في مكان واحد وتلقاهم بيتقاطوا في حاجه واحد وشايفين انه حاجه عاديه جدا جدا، ده في نفس الوقت قاعد بتخرب ولدك. يعني انا متاكد بعض الاباء يعني ناس محترمين وناس يعني بيحبوا للمجتمع حاجة كويسة. أنا نتكلم لكم في أشبح ديل ممكن أنت تقول ألحق ولدك ألحق ولدك وتلقاه بنفس الوقت هو برضه قاعد يتآتى مخدرات الآيس اللي انتشر لنا وخلانا إنه إحنا ما عارفين نحلها كيف. يعني الموضوع ده أنا خلوا لي منابر بتاعت الداعين المشايخ يعني خدمة الجمعة الدكاترة في المستشفيات للتحذير، ونحن كمان دورنا في منصتنا المتواضعة بننشر. وانت يا شاب لو لقيت مثلا دفعتك يعني قاعدين بتقاطوا في الحاجة ده ممكن تبلغ أولياء أمرهم أو كمان تبلغ الحكومة الزول البروج للآيس. يعني ما تسكت يا حبيبي، ما تقول إيش الزول ده جاري وأنا بنعرفه ما حنقدر مثلا ندخله في فتيل. دخله في فتيل يا مان لأنه يعني ده قاعد بخرب جيل كامل لقدام يا مان. انتشر طبعا تفاصيل بتاعت الايس يعني ظهر في حلاوه، وانا ببساطه شديد انا دايما نقول والله يا اخوانا بالنسبه لموضوع الحلاوه ده طبعا كان موضوع حقيقي، ده مستهدفين جيل لقدام ما اكتر من كده. يعني طفل صغير بالغ شنو يعني. بس حاليا يعني مثلا انت عندك ولد بقول لك ابوي يجيب لي حلاوه، يعني ما بقول لك ابوي يجيب لي صابون داير نغسل ملابسي. ابنك خليك مركز لو بس نحذر الشباب اذا انت فكرت انه تتقاطع ايس مثلا لو اتدسيت في حته قلت ما في زول قاعد بيشوفني يعني انا خلي نمارس تخصصاتي الخاصه بي يعني والكيف اللي بيلزمني انا في دماغي يعني.
فكر ربنا سبحانه وتعالى قاعد بينظر عليك. فده نهاية الفيديو. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى تعمل لي لايك، تعمل سبسكرايب، وإذا تتابعني من الفيسبوك لازم تعمل مشاركة لزملائك لكي لا يستفيدوا من هذا الفيديو. ونشكر الناس اللي علقوا لي في الفيديو القديم ونقول لكم بيس.